إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد، وفي المقام إكس ناقص ثلاثة. والنهاية عندما يؤول إكس إلى ثلاثة ناقص. الوغ عندنا أ على بي على سي على دي، دونك هنا غادي نديرو بحال عندنا واحد ونستعملو الخاصية أ على بي على سي على دي. أ على بي في دي على سي غادي تعطينا النهاية في ثلاثة ناقص ديال ناقص إكس. بون نخليها بحال هاكا، ناقص إكس على ثلاثة على إكس ناقص واحد في واحد على إكس ناقص ثلاثة. وكيبان لينا أن في المقام عندنا إكس ناقص ثلاثة وفي البسط ناقص إكس زائد ثلاثة، وهاد العددين هما واحد غير مضروب في ناقص واحد. إلا خدينا هاد الفوقاني وضربناه في ناقص واحد غيعطينا التحتاني. بصيغة أخرى نقدر ناخد هاد البسط ونعمل بناقص واحد باش نقدر نختزل. غادي يعطينا ناقص إكس، وهنا غادي يعطينا ناقص ثلاثة على إكس ناقص واحد في واحد على إكس ناقص ثلاثة. كيبان لينا دابا أن عندنا اختزال المعامل إكس ناقص ثلاثة، المعامل إكس ناقص ثلاثة، الناقص غادي يبقى مضروب في هاد الواحد. إذا غادي تبقى لينا النهاية ديال في البسط ناقص واحد وفي المقام إكس ناقص واحد، والنهاية في ثلاثة ناقص. دابا وقع التبسيط، إذا ما بقاش عندنا شكل غير محدد ونقدروا دابا نعوضو. إلا عوضنا في البسط غيبقى ناقص واحد وفي المقام ثلاثة ناقص واحد. ثلاثة ناقص واحد هي جوج، إذا هي ناقص واحد على جوج. إذا حسبنا دابا النهاية ديال ثلاثة إكس يؤول إلى ثلاثة ناقص، ولقيناها كتساوي ناقص واحد على جوج. إذا النهاية عندما يؤول إكس إلى ثلاثة ناقص ديال اف ل إكس ناقص اف ل ثلاثة على إكس ناقص ثلاثة تساوي ناقص واحد على جوج. بقى لنا دابا نحسبو النهاية في ثلاثة زائد دونك لنحسب ليميت ديال اف ل إكس ناقص اف ل ثلاثة على إكس ناقص ثلاثة عندما يؤول إكس إلى ثلاثة زائد. هادي ساهلة لأن غادي نستعملو فيها داكشي اللي بينا ديك الكتابة اللي بسطنا، غادي ناخدوها مباشرة، مغاديش نعاودو الحساب كله. غادي كيما درنا هنا عوضنا، درنا وحدنا المقامات في البسط، حسبنا نشرنا البسط، بسطنا في البسط، بقات لينا ناقص إكس زائد ثلاثة، عملنا بناقص واحد، بسطنا بإكس ناقص ثلاثة، إكس ناقص ثلاثة. غناخدو مباشرة هاد الكتابة الأخرى ناقص واحد على إكس ناقص واحد، ليميت ديال ناقص واحد على إكس ناقص واحد عندما يؤول إكس إلى ثلاثة زائد. وكيبان لينا أن ما غيتبدل والو لأن ما عندنا حتى مشكل في المقام. دونك غادي إلا عوضنا غتعطينا ناقص واحد على في المقام ثلاثة ناقص واحد اللي هي ناقص واحد على جوج. إذا النهاية عندما يؤول إكس إلى ثلاثة زائد ديال اف ل إكس ناقص اف ل ثلاثة على إكس ناقص ثلاثة هي ناقص واحد على جوج.
دونك هذه هي النهاية الثانية. نزيدوها على النهاية الأولى، لقيناهم متساويين، ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج. إذا الخاصية ديال قابلية الاشتقاق متحققة، لأن النهاية على اليسار تساوي النهاية على اليمين تساوي ناقص واحد على جوج، وهذا ال هذا ينتمي إلى R. إذا غنديرو الاستنتاج ديالنا، وغادي نقول فيه بما أن ليميت عندما يؤول إكس إلى 3 ناقص ديال إف لي إكس ناقص إف لي 3 على إكس ناقص 3 تساوي النهاية في 3 زائد ديال إف لي إكس ناقص إف لي 3 على إكس ناقص 3 تساوي ناقص واحد على جوج، وهذا العدد ينتمي إلى R. فإن الدالة F قابلة للاشتقاق في النقطة x يساوي 3 و f بريم الكمالة ديال الخاصية كتقول لنا أن f بريم في النقطة A تساوي L، يعني f بريم في النقطة 3 تساوي L، و L هو ناقص واحد على جوج. إذا هذا مثال ديال حساب الاشتقاق في نقطة. بون فيه حساب ديال النهاية وفيه تبسيط ديال النهاية حتى الاخر. راه ناخذ واحد المثال اخير في هذا الاشتقاق لنعتبر الدالة f ل x تساوي جوج x زائد 5 زائد x جذر x. بغينا بطبيعة الحال اشتقاق في النقطة صفر، ولكن قبل ما نتكلموا على الاشتقاق هنا كيبان لينا كاين واحد الجذر مربع، و هنا كاين مشكل. اذا خصنا اولا نعطيو دا اف. دونك دا اف سهلة، خاص ما تحت الجذر يكون موجب، ما تحت الجذر مباشرة هو x، يعني x ينتمي إلى R بحيث x خاصو يكون أكبر من أو يساوي صفر، أي شنو هما الأعداد اللي كبر من أو يساوي صفر؟ هي الأعداد الموجبة R زائد أو لا المجال صفر زائد ما لا نهاية. عاد نشوفو السؤال هو دراسة الاشتقاق في النقطة صفر. الوغ هنا في النقطة صفر كيبان لينا أن النقطة صفر معرفة فقط على اليمين ديال صفر، ما عندناش هاد الدالة غير معرفة على يسار صفر. إذا غادي نقدروا نحسبوا نهاية وحدة اللي هي النهاية على يمين صفر، ونعلم نقولوا إذا الدالة f معرفة في صفر وعلى يمين صفر، وليست معرفة على يسار صفر. يعني ملي كنقول ليست معرفة على صفر يعني ما نقدروش نحسبو شي نهاية بحال هكا ناقص اف ديال صفر على اكس ناقص صفر عندما يؤول اكس الى صفر ناقص، لان صفر ناقص قلنا هو صفر على اليسار، يعني هنا
هذا صفر ناقص، وقلنا أنها ليست معرفة على اليسار، إذا هاد النهاية ما نقدروش نحسبوها. إذا اللي نقدروا نحسبوه هو النهاية على اليمين. دونك غادي نجيو لهنا ونحسبوها، لنحسب النهاية ديال اف ل اكس ناقص اف لصفر على اكس ناقص صفر عندما يؤول اكس إلى صفر زائد. هذه كاينة لأن المجال التعريف هو ار زائد. ألوغ نحسبو أولا اف ديال صفر. لدينا اف ديال صفر تساوي، ألوغ إلا عوضنا بصفر غادي تعطينا جوج في صفر